جيبي لي المول الأسطوري وروحي نديرو مع بعضنا العيد أسهل وأبن وأنجح بقلاوة. ونمدلك المقادير بالكيلة والميزان. أول حاجة نبداو باللاباط اللي نحتاجو فيها 3 كيسان. هذا الكاس تاع أم وليد 3 كيسان ونص تاع فرينة. 3 كيسان ونص تاع فرينة يخرجوا لي 416 غرام. نزيدو لها نص كيلة ولا نص كاس تاع نشا. نديرو لها رشة تاع ملح ورشة تاع فاني. وعندي كيلة نقص اصبع او اصبعين تاع سمن دايب وبارد. نديرو حفرة في النص ونحطو فيها بيضة كاملة ونحلو العظمة تاعنا بالكيلة تاع الماء ومزهر مخلطة. ندخلوا المكونات الكل في بعضها وندخلوا السمنه داك مليح في الفرينه تاعنا وبعد نبقاو نزيدوا شويه الكيلة تاع الماء والزهر. انا كنت استعملت نص الكيلة برك تسمى نص كاس. نلم العجينه تاعي ونحطها فوق البلون دو طرافاي نعجنها شويه حتى تولي رطبه. نقسم العجينه تاعي على 12. هنا كنت وزنتهم زعما باش يجيبوا كل قد بعضهم حوالي 62 غرام. نغطيهم في الشاشه ونخليهم يرتاحوا على الاقل 2 سوايع. هنا كيلت بنفس الكاس اللي كيلت به الفرينه 3 كيسان تاع مكسرات مخلطه. بالميزان جاني 350 غرام. حبوا تزيدوا ديروا 450 كيما تحبوا انتم. ندلها رشه تاع قرفه ورشه تاع فاني. نص كيلو ولا نص كاس تاع سكر ورشها بالمزهر حتى تولي القوام تاعها كي الكسكسي. ما تكترولهاش المزهر باش ما تجيناش معجنه. لان كنت دهنت المول تاعي الاسطوري بسمن دايب وباستعمال النشا نحلو العجينه تاعنا. وبما انه عندي 6 طبقات من التحت و6 طبقات من الفوق نحل 6 طبقات الاولين بنشا نحلهم شويه ونحطهم فوق بعضهم وبين كل كعبه وكعبه نحط بيناتهم نشا. وبعد 6 كعبات اللي فوق بعضهم هذوكم نحلهم بنشا نحلهم مليح لازم حتى تولي رقيقه باش لاباط تاعنا تجينا رقيقه وما تجيش خشينه. ومن بعد نحلو الكعبة تاعنا من بعضها من تحل بكل سهولة. نحطوها الكعبة الاولى في المول تاعنا نعدلوها مليح ندهنوها بالسمن ونرشوها بنشا. كي تلقاو بلاصه بوطتلكم بالهواء ديروها بالموس برك. نكملوا الطبقه الثانيه بنفس الطريقه. نحيو الكعبه الثانيه نحطها فوق المول فوق اختها بنفس الطريقه ندهنوها بالسمن مليح حتى في الحواف. ونديروا لها رشه تاع المايزينا ولا النشا ونكملوا 6 طبقات كيف بنفس الطريقه. كي نكملوا 6 طبقات الطبقه السادسه ديك الاخرى ما نديروها لا سمن لا نشا نحطوا ديريكت فوق منها المكسرات ونوزعوها بيدينا باك ما نرصوش عليها. نزيدو نحلو 6 طبقات الاخرين بنفس الطريقه ونحطوهم فوق المكسرات حتى نكملوا سما نديروا 6 من تحت و6 من الفوق وفي النص المكسرات. لهنا بعد ما كملنا حطينا الطبقات تاعنا كل نحيو الزوائد تاعنا بالحلال. نجيبوا الموس وهو المعكوس ندخلوا الحواف تاعنا لداخل باش تتورق لداخل ما تتورقش عبرا وتجي الشكل تاعها مليح. بعد ما ترصيت البقلاوه تاعي الكعبه درت لها ددوه. نجيب الموس تاعي اللي حنقص به وندهنه بالسمن باش يجيني ساهل في التقطاع. ونقص الكعبه تاعي. الكعبه تكون ترشقت لهم الكردون باش ما يتحركوش من بعضهم كي يورقوا في الكوشه. من المستحسن تخليوها ترتاح ولا من المستحسن تخليوها تبات خير. على قد ما ترتاح تعطيكم نتيجه احسن. ندهنوها بالسمن من الفوق ما تكترولهاش. ندخلوها طيب على فرن ساخن من قبل مليح على نار هاديه. كي تحمر من تحت نشعلوا لها من الفوق تحمر مليح ونخرجوها. وهي سخونه نعسلوها درت لها حوالي 500 غرام تعسل بدون اضافات. نزينوها بالمكسرات نخليوها تشرب مليح العسل ولازم تبرد مليح ما تقصوهاش وهي سخونه. قصيتها هنا بعد ما خليتها ليله كامله في العسل تاعها. الحاجه ملاحه ما خرجتليش الحواف ياسر خرجت لي الكعب اكتر من الحواف. الكعبه الله يبارك متوسطه ميله للكبيره. وهذه هي الوصفه اليوم. كان عجبتكم ديروا لي جيم اشتركوا في قناتي حطوا لي رايكم في الكومنتار بالصحه والهنا سلام.